عظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة لحضرة روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وسيدنا علوي بن الفقي وإخوانه وسيدنا علوي أم الفقي وابن أحمد وساداتنا علي بن الفقي وسيدنا محمد مولى الدويلة وشيخ عبد الرحمن أزقاب أولادي وشيخ أبو بكر شكرا وشيخ أبو بكر بن سالم بكر الوجود وشيخ عمر المهضار وإخواني وشيخ عبد الله الإدروس وأولادي ابن أبو بكر العداني وإخوانه وشيخ أبو بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابنه البهرون وجدي الحبيب عبد الله بن علي الأسقاب وحبيب سالم بن عبد القادر الأسقاب وحبيب محمد بن سالم الأسقاب وولده الحبيب جعفر بن شيخ الأسقاب وحبيب أحمد بن شيخ الأسقاب وحبيب زكاب بن علي الأسقاب ثم إلى أرواح الحبيب جعفر بن شيخا ثم إلى أرواح حبيب شيخ بن جعفر الأسقاب من الحبيب علي بن سقاب الأسقاب وحبيب حسين بن سقاب الأسقاب من الحبيب عبد الله بن علي الأسقاب من الحبيب محمد بن أحمد بن عبد الله بن علي الحداد وسيدنا الحبيب شيخ بن عمر المختار صاحب التريم أهل الدرك وسيدنا الحبيب وإلى حضرة الشيخ علي بن عبد الله بارز وسيدنا الحبيب أبو بكر بن حسين أسقاب من الحبيب علي بن أحمد أسقاب من الحبيب عمر بن أقل بهرون وسيدنا الحبيب عبد القادر بن جعفر أسقاب من الحبيب عبد القادر بن عبد الله أسقاب ثم إلى سيدنا الحبيب عبد القادر بن أحمد بفقيه دار الحديث وابنه الحبيب عبد الله بن عبد القادر بفقيه الحبيب صالح بن محسن الحامد الحبيب عيدر بانور سالم يا جاسم يا سالم يا عبد الكريم يا زين العابدين أستاذنا إكرام يا صلحة وسليمة فريمة ثم عبد الله عمر وني مزينة ثم إلى ريا كسمير يا كشاري يا كلة الأصفياء يا مشهود عبد الله وزوجاتي يا خليل عبد الله أستاذ إسراء بسهلا يا سالم يا هاشم رفيع يا صفية يا مريم يا عبد السلام يا خمسة يا مدردي يا حارث يا محمد يا مدثر يا معروف عبد السلام يا رئيس يا شحاب الدين يا من يا مهضالي يا غزالي ثم إلى رؤيا طاهر يا من الدين معروف عبد السلام يا بسر بلو يا منتهى يا حياة ثم إلى النحراوي يا مزكي ثم إلى الأستاذ عبد العزيز وعبد الوهاب ثم إلى رحمة خالد ثم رحمة شافي ثم إلى روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم ثم إلى روح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة لله ولهن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين
أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك سيدنا النبي 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 يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسما صلى الله عليه فارس عليهم أشرف خلق وجل أبيده رحمة تعلقت إرادته الأزالية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار صرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفرد بزم حارة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم
أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحديث صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه. وتركها في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاهضته العيون فيما جدلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تأكل معانيه الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الحلق يا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فاجعته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم آله. صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والعيدان صلى الله عليه. تسكت بها في الصدور من الإيمان قائده ودلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا الأبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لحلقه من فرده ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التهية وأوشيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الحكمة لله وأكبر عليه وآية الإكمال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقى صهوة المجد بقربه وتفيع دلال الشرف الأسلي بوده وحبه ما أثر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم.
اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التحسيس للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه لفتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بينة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال المشهود بالعين هاون يهاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب الضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موضع إقراره وموضع هروزه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قدرت وأدهرت من سر هذا النور ما أدهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاهرة والأرهام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار دور وبهر صلى الله عليه فتعلق دمة الراكب الخروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعسر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خاص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرب الأكلام عن سون خير الأنام ولكن السني لا تدوين ما حفظت من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رؤيته في الكون منصورة على مر الأيام والسهور والسنين داعي تعلق بهذه الأرض الكريمة ولا يتسوق إلى سماء أوصافها العديمة ولا الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع وتروهان بريه ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يهط ما ركضه فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا الأبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وسمائل التي أحسن السمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في سن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتنزه في هذه الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء
قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة العبادية لها ملاحظة خفية اهتشت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلام وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العديم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقوا صلب عبد الله فألقوا إلى بدنها فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها صلى الله عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسك منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. حتى مر السحر بعد شهر من حملي وانقرب وقت بروزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهله هذا العالم فيضات فضلي وتنتشر فيه آثار مجدي الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من هامل هملت في ذلك العام إلا دت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبرزه من عالم الخوف إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور. فاظهر الله في الوجود بجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وقت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الهكه كما على من أتم الله عليه النعمة
من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنبها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فأضر بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أدرك الكون بديهاجا بوجود المصطفى أحمد ولآل الكون أنس وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فاتركوا يا على المساني فغزروا اليمن غرات واستديئوا بجمال فاق بالحسن تفرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا ولنا البشرى بسعد مرحبا مستمر ليس ينفد. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا حيث أوتينا عطاء مرحبا جمع الفخر المؤبد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. فلربي كل حمد مرحبا مرحبا جل آيات سوره العاد. مرحبا 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 يا
مرحبا اذهبنا بوجودي المرحبا مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نصعد وبجاهي يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيلك كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا من تعالى علو في ارتفاع علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك وخذ بنا في طريق الاتباع اتباع طريقة المجتبى أحمد مصطفاك نسير في ضوء هذاك الشعاع الشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك
يا خير محبوب للمولى وداع الوداع الله قربك منه واصطفاك يا من تعالى علو في ارتفاع علو في ارتفاع اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرف عند الله ذي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أن له أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه وسلم قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وارجعته فلما انشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى بتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرف عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له سؤال واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحال فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه
بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عز قد تعالى مجدها، أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أسرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة، تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة، تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتجاك، وسلم للمقادير كي تحمد وتجاك. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة، تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. على يا عين جودي بدمعي منك سائل، على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل معنا في المرابي، وأسبح شافي راحل، وأنسى القلب والبال من بعد مكدر، ولكن حسبي الله. ألا يا الله بنظرة وكل أمري لله. ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله. ألا يا الله بنظرة ألا بشر جادت سحائب رحمة البار، وحياهم بروح الرضا ربي وبشر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة، تداوي كل ما به من أمراض سكيمة. ودي دنيا دنيا حوادثها كثيرة، وعيشتها حكيرة، ومدتها قصيرة، ولا يخرص عليها
أسرى ألاها ألا يا الله بنذرا وفيك غناها ألا يا الله بنذرا فتوبى ثم توبى لمن منها تحدر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنذرا من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وروي أن الجنيد قدس الله سره رؤيا في المنام بعد موته فقيل له ما الخير يا أبا القاسم ما الخبر يا أبا القاسم قال طاحت تلك العبارات وفنيت تلك الإشارات وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها في جوف الليل. أيها الولد لا تكن من الأعمال مفلسا ولا من الأحوال خاليا وتيقن أن العلم المجرد لا يأخذ باليد. مثاله لو كان على رجل في برية 10 أسياف هندية مع أسلحة أخرى وكان الرجل شجاعا وأهل الحرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدفع الأسلحة شره عنه بلا استعمالها أو ضربها؟ ومن المعلوم أنها لا تدفع إلا بالتحريك والضرب. فكذا لو قرأ رجل 100,000 مسألة علمية وتعلمها ولم يعمل بها لا تفيده إلا بالعمل. ومثله أيضا لو كان لرجل حرارة ومرض صفراوي يكون علاجه بالسكنجبين والكشكابي فلا يحصل البرء إلا باستعمالهما إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Diriwayatkan dari Junaid, Imam Junaid. Ru'ya fil manam ba'da mautihi faqila mal khabar ya Abul Qasim. Diriwayatkan dari Imam Junaid ketika mimpi Abul Qasim nikah sedhe ba'da mautihi mimpi faqila mal khabar ya Abul Qasim beda kabar napa Abul Qasim qala maka berkata tahat tilkal ibarah faniyat tilkal isyarah wa ma nafa'ana illa ruqai'atun raka'naha fi jawfil lail. Terbang semua ibarat-ibarat nikah. Faniyat tilkal isyarat, lenyap semua isyarat-isyarat. Tidak ada yang manfaat bagi saya kecuali sedikit rokaat. Maksudnya sedeje amal nega, sedeje amal kebanyakan ditolak sama Allah kecuali sedikit rokaat fi jawfil lail di tengah malam. Panjenengan kana abejeng, maghrib abejeng tanja. Tak abejeng repot nggih. Isya abejeng. Sedekah pagi ada kadang.
Kadang kita wirid pagi ada, cuma yang paling diterima oleh Allah neka ibadah di malam hari. Kenapa? Karena ibadah di malam hari neka kholis, murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumatan, surbanan, siwakan, minyak wangian, beda atena, bah soleh kula. Neka wis hilang wisan, sudah hilang. Abajeng maharib Allahu Akbar, wis niat tak delok-delok suaraku enak ya. Sombong neka hilang sudah. Tidak ada amal yang paling diterima oleh Allah kecuali kita menghidupkan di tengah malam. Kenapa Beb? Sobung orang sing tahu. Tidak ada orang yang tidak ada orang yang tahu. Dan susah orang bangun malam, susah Pak. Orang yang munafik tak kira bangun malam. Lu banyak Beb, nggih gaplean. Beda gerdu banyak. Cuma untuk ibadah di malam hari. Dan Allah membersihkan nafasnya, nafas manusia neka di tengah malam hanya khusus untuk orang-orang sing soleh. Jadi sing orang-orang munafik kebanyakan tidur malam hari. Soro katitangi Pak. Orang yang soleh, orang yang tidak munafik, maka dia akan gampang untuk abajeng fi jawfil, sholat di malam hari. Sholat, wiritan, neka orang-orang sing tidak munafik dan orang-orang yang termasuk orang-orang yang soleh. Kira-kira sakmene iki sing tangi bengi piro? Paling 20. Alhamdulillah nggih. Iku pun kulaan paling Beb. Dupala paling kulaan tempe Beb. Syekh Abdul Qadir Jailani itu 15 tahun radhiyallahu anhu. 15 tahun beliau tidak tidur malam. 40 tahun beliau tidak tidur malam. Berapa Pak? 40 tahun. 15 tahun qiraatul Quran birijlin wahid. 15 tahun malam hari bocok Al-Quran menggunakan satu kaki. Loh Beb, kok model Beb? Kok mek siji Beb? Cek tak ngantok. Neka mujahadah. Jadi semakin Syekh Abdul Qadir Jailani rame namanya. Semakin jaluk tak tahu abajeng jaluk di kholi panjenengan nggih. Ndak diuncalon kali ya untung kon. La yu'aggadul wali wilayah illa bilal. Allah neka ngangkat wali, neka wali Allah. Ini diangkat sama Allah jadi wali. Allah tidak mengangkat wali kecuali di malam hari. Jadi otomatis wali neka pasti bangun sepertiga malam, otomatis. Lak panjenengan tak tangi berarti bene wali. Wali-wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bene wali berarti. Kalau wali otomatis dia akan bangun di malam hari. Ada satu, lupa saya namanya syekhnya. Kalau sudah subuh, sompek Pak. Dia bangun mulai jam 1 malam, jam 1. Kalau sudah sumpek dia. Duh, ketemu menungso apa oleh neka. Kenapa? Karena sudah lazat nikmat sama Allah Subhanahu wa taala.
Mulai jam 1 malam sampai subuh neka sudah lezat nikmat. Kalau sudah subuh, subuh poler rek. Sumpek. Karena apa? Karena hubungan sama manusia. Insya Allah bisa bangun malam ya. Ya masih kula arang-arang Pak. Labat ngoyo baru nggih. Beda Liverpool baru tangi nggih. Sobung Liverpool tak tangi. Uwais Al-Qarani neka amalannya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani neka setiap malam semangkin ruku terus. Malam semangkin sujud terus. Neka amalannya Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani ini Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Pemimpin tabi'in. Oneng tabi'in panjenengan. Tabi'in neka orang yang melihat sahabat. Orang yang melihat sahabat dan meninggal dalam keadaan iman. Neka tabi'in. Lah sahabat orang yang melihat Rasulullah SAW di zamannya Rasulullah SAW, hidup bersama Nabi, orang yang pernah melihat Nabi dan iman kepada Nabi sampai meninggal, mereka dinamakan sahabat. Kalau tabi'in, orang yang melihat sahabat, iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman, mereka tabi'in. Uwais Al-Qarani mereka Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in. Wakilah ada yang mengatakan Al-Imam Hasan Al-Basri, pemimpin Sayyidut Tabi'in mereka Al-Imam Hasan Al-Basri. Wakilah. Amalannya Uwais Al-Qarani kalau malam hari ini sujud terus sambil berdoa. Benih sujud tok Pak sambil berdoa. Kalau rukuk terus. Kalau iktidal terus. Mereka amalannya Uwais Al-Qarani. Imam Ahmad bin Hanbal. Amalannya Imam Ahmad bin Hanbal setiap 1 hari 1 malam. 1 hari neka abejeng 300 rakaat. Woi cekot-cekot lah panjenengan nggih. Tak alako beb lak 300 beb. 1 hari 1 malam salat 300 rakaat. Kalau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir agak gampang. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir amalannya kalau malam hari membaca La ilaha illallah 25.000 kali. Enteng mboten? Oh, enteng la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 hari neka. Mari la ilaha illallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 25.000 kali. Mari ya Allah, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 25.000 kali. Insyaallah dadi wali insyaallah nggih. Niki diamalno. La ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah 25.000 kali. Berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Dijak sholawatan ae ping 100 wis. Sak jam neka, sak jam maulidan neka Pak wis obah kabeh nggih. La ilaha illallah boleh. Ya tak apa-apa, alako kerja. Oh kerjanya anu Beb. Kerjanya ndak berat Beb, sambil ngucap maju la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ojo jerat-jerit di sawah. Ya. Kalau Syekh Umar Muhdhar amalannya beliau mengucapkan ya Latif, ya Latif, ya Latif 1000 kali. Enteng nggih? Cuma binafasin wahid. Dengan 1 nafas. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tak tutuk 100 wis sesek sampean nggih, 100 sesek.
Neka bi karomatihi. Ya enggak apa, mengamalkan beliau ya latif ya latif ya latif. Kalau malam mari tahajud, neka juga ada amalan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul 1000 kali. Saya lupa itu amalannya siapa. Bada setung Habib amalannya la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Mari abajeng tahajud la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah 1000 kali. Ya. Ojo mari sembahyang tahajud aja muter ae. Ngedusi manuk, mari tahajud ngedusi manuk. Wiritan dhisik ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menghidupkan malam-malam hari. InsyaAllah termasuk menjadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin rabbi fa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin fi hadam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ulikatin wahin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال مقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المهبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقيك وأوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك من هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إننا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب الخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل
وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي. Besok kalau tidak ada waktu kosong atau kalau bisa disempitno. Kenapa disempitno ya? Haul al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf pada subuh Maulid sampai jam 9 khol. Ya, sampai zuhur berarti. Mulai Maulid eman nggih. Habib Ja'far neka ketika di Masjidil Haram beliau menghatamkan Al-Qur'an di setiap tiangnya Masjidil Haram. Beda tiang neka banyak. Masjidil Haram neka raja Pak, bener Masjid Al-Muttaqin nggih, raja, banyak tiangnya. Beliau menghatamkan satu-satu. Saking cintanya sama Al-Qur'an. Eman ya, kalau bisa hadir insyaallah. Amin. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأنتنا أشرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغشي لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة عجيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فدلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله وصحبه أداد قاس سحبه والحمد للإله في البدء والتناهي.